دخلت الحكمة المغربية بشرى كريون التاريخ من أوسع أبوابه باعتبارها أول حكمة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط والوطن العربي تقود مباريات في نهائيات كأس العالم للسيدات، بعدما استهلت مشاركته بقيادة مواجهة المنتخب الولايات المتحدة للسيدات والذي واجه نظيره الفيتنامي فجر يوم السبت، وانتهى اللقاء بتفوق حامل اللقب بثلاثية نظيفة في أوكلاند. وسجلت أهداف الفوز صوفيا سميث هدفين وليندساي هوران هدف، وتسعى الأمريكيات لإحراز لقبهن الثالث تواليا في المنافسة. وتولت المغربية بشرى كربوني المباراة بمساعدة المغربيتين فتيحة جرمومي مساعدة أولى وسكينة حمدي مساعدة ثانية، فيما أشرفت الكرواتية إيفانا مارتيشينش مهمة الحكم الرابع. ويذكر أن التحكيم المغربي سيكون ممثلا في مونديال السيدات بأستراليا ونيوزيلندا ب4 أسماء، ويتعلق الأمر بكل من بشرى كربوني حكمة الساحة وفتيحة جرموني وسكينة حمدي حكمتي الشرط وعادل زوراق على مستوى غرفة الفار. وبعد نشر مقال على الحكمة المغربية بشرى كربوني، تفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر على الحكمة المغربية، وبدأت بالسخرية على هذا الإنجاز التاريخي لكرة القدم على مستوى العالم. هل هو حقا سخرية أم حقد وحسد في الجارة الجزائرية؟ اتركوا لنا رأيكم في التعليقات.